السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بتقول ان هي تقدم لها واحد يعني، واهلها ما كانوش موافقين، وهي اصرت عليه، وبعد خناقات كتيرة مع اهلها وافقوا في كده، وافقوا. والمهم اللي قال له ابوها ايه، قال له قدامك سنتين، مفروض في السنتين دول 6 شهور شقة، 6 توضيب، 6 عفش، والستة التانيين احنا ايه هالفرح ونلم الشقة والفرش والكلام ده كله. قال له ماشي. قال له يعني انت لو جت اخر السنة دي وما حصلش حاجة، ما جبتش الشقة وقلت لي تعالى اتفرج عليها، هنفركش الموضوع. قال له خلاص ماشي. فعلا جاب الشقة في بيت اهله، طلعت اخوه بره وهي قعد فيها، وفعلا وضبوها له خلاص وجاب كل حاجة. وكان ابوها قاعد ايه بيتركب له ان هو ايه بيتلكك له عشان يمشي. بس الواد فعلا ثبت ايه وجوده يعني، ثبت ان هو بيحبها والدنيا جميله ومفيش اي حاجه. ودوا العفش وخلاص فرشوا الشقه. فقبل الدخله ب4 ايام راح قال لحماته بعد اذنك يا ماما انا هاخدها اوريها مفاجاه في الشقه. قالت له ما خلاص يا ابني، خلاص يعني الموضوع قرب، فاضل 4 ايام وخلاص. قال لا لا معلش، انا هاخدها وعاملاها مفاجاه في الشقه. قلت له خلاص ماشي. راح واخدها وراح طالعين الشقه. حصل اللي حصل بقى. وبعديها هي بقى بتكلمه مش عايز يرد عليها. لقيته اتفاجئت ان تاني يوم بالليل اتصل بمامتها وقال لها كل شيء اسمه نصيب وهفركش. امها ضغطها عالي راحت المستشفى، وهي عماله تعيط. فبتقول انا مش عارفه اقول لامي تتعب بزياده ولا اسكت ولا ايه. يعني حتى اما اخواتي كلموه ولا ابويا وكده، ده 4 ايام على الفرح، كل اللي بيقولوا كل شيء اسمه نصيب، مفيش سبب مفيش اي حاجه. فبتقول انا مش عارفه اقول قبل ما يطلق وقال تاخد حاجتها وانا اخد حاجتي، يعني يعني مرتب دماغه هيعمل ايه، اللي هو الموضوع منتهي، ومش عارفه اعمل ايه. عشان لو اتجوزت ولا تقدم لي حد بعد كده انا هقول ايه ولا هعمل ايه. بصي انت اصلا غلطانه، انت غلطانه، مامتك غلطانه وهو غلطان. ايه 4 ايام مفاجاه؟ ايه مفاجاه؟ ما خلاص 4 ايام وابقى اعملها مفاجاه براحتك. ما كانش ينفع يا اما تروح معاكي، ده بتقولي بيت عيله، كانت قاعده عند حماتك تحت وانت طلعتي، او يا ستي ما حبكتش يعني خلاص اعملها مفاجاه بعد الجواز. ما كانش ينفع تروحي، ما فيش حاجه تتضمن اليومين دول، وانتي غلطانه. 4 ايام بتسلمي نفسك ليه؟ الموضوع مش مستاهل برضه، وهو في يستاهل ضرب الجزمه. ان برضه انتي يعني ما غضبتيش ربنا، بس كعرف ما ينفعش. وفي نفس الوقت انت يعني ليه، يعني انت عملت كده ليه يعني؟ برضه مش فاهم وجهة نظره ايه. بس في رجاله تقولك لا، آه ما بتحبش كده يعني. فبرغم ان انت ما غضبتيش ربنا، بس كعرف غلط. ما كانش الموضوع انت اتسرعتي وهو اتسرع، امك استسهلت قالت بقى ان جوزها وخلاص وعادي وما جاش في دماغها. بس ما فيش حاجه تتضمن. انت لازم تقولي لمامتك الدنيا تقلب تقعد تحصل يجرى، مالكيش فيه. انت ما غضبتيش ربنا في الاول وفي الاخر. انت غلطانه، بس ما غضبتيش ربنا. عشان فرضا هو مشي وجالك حد، هتعملي ايه؟ فلازم هو يعرف على الاقل، هو بقى يتصرفوا بقى يعمل، لازم يعني يكون في حل، يلم نفسه مثلا ويعمل فرح ويخشوا شهرين 3 4 ولا سنة يا ستي ويفركش. يعني ما اعرفش بقى، هم يقعدوا مع بعض يشوفوا حل. لكن لازم تقولي لمامتك تتعب ما تتعبش، بدل ما تقولها بعد كده تطب ساكتة منك خالص. لازم تعرفيها. وكل واحدة تخلي بالها من نفسها، مش خلاص يعني. ما ينفعش اللي حصل ده، ما ينفعش. وربنا يسترها علينا جميعا، واللي عنده حاجة يقولها، بس يا ريت من غير غلط يعني. يلا سلام عليكم، ولا يكبر بالله عليكم. سلام عليكم.